أنا بقال خدام في حانوت صغير مور الزنقة، ما عندي لا طمع في الغنى ولا حلم كبير، غير كندوز نهاري مع الناس ونسد مع العشية. ولكن من بعد واحد الليلة كل شي تبدل. كنت خدام كالعادة حتى دخلت شي بنت لابسة جلابة كحلة وعينيها كبار وكيتلألؤوا. طلبات غير ماء الزهر وواحد الشكارة صغيرة ديال الزعفران، وأنا كنعطيها. قالتها لي ببساطة: غادي نرجع كل ليلة، ما تسدش الباب من بعد 10. ضحكت وقلت في بالي شنو هاد التخربيق. ولكن من ذاك الليلة كل مرة كتجي وكل مرة كتخلي معاها الريحة ديالها ريح ديال ورد ما عمرني شميته. واحد النهار دخلت بدري ووقفت قدامي وقالت: أنا جنية وساكنة معاك في هاد الحانوت، ما غادي نضرك، غير خليني هنا وكون ديما محترم وغادي نعاونك. من ذاك النهار الحانوت عمر، السلعة كتسالي وكتزيد بوحدها، الزبناء كيطيحوا من السما وكل شي كيسول: اش دار هاد البقال باش ولا عنده هاد الزهر؟ وغير انا اللي عارف السر، اني خدام مع جنية ساكنة معايا كتراقبني وكتحميني. ولكن واش غادي تبقى ديما معايا ولا شي نهار غادي تطلب المقابل؟